في اب مات بسبب انه كان بيدافع عن بنته وهي بتتعرض للتحرش من ولدين، وهو بيدافع عنها وقع من طوله، واول ما اتنقل المستشفى اتوفى. اكيد قلبك وجعك عشان الحكايه دي، بس تعرف في كام حكايه لبنت واهلها قلبهم اتوجع بسبب التحرش واحنا ما نعرفش عنها حاجه. تخيلوا احنا في 2023 ولسه بنتكلم في بديهيات، لسه بنعرف الناس وبنوعي من خطوره التحرش. وصل الاستعباط كتير قوي. للاسف الموضوع لسه كبير زي ما هو. التحرش مش باللمس، النظرات برضو تحرش. ان ولد يجيبك من فوقك لتحتك ويفضل باصص عليكي يعتبر تحرش. اللي ماشي ورا بنته وعمال يلغيها بالكلام سواء بعربيته او على رجله يعتبر برضو تحرش. البسبسه وكلام المعاكسات وهنكتفي بايه يا قمر وايه العسل ده يعتبر برضو تحرش. اللي بيصور بنت من غير ما ياخد اذنها برضو تحرش. والاذر مسج الغنيه عن التعريف، ردي عليا يا ملكه وممكن نتعرف. تحرش. التحرش هو اي تصرف او كلام غير مرغوب فيه، ان حد ينتهك خصوصيتك ويحسسك بعدم الامان والقلق والتوتر. طب ما الحل بسيط، ما البنات تقعد في البيت وتبطل نزول الشارع وتفكها من الحوارات دي كلها. لا، ناصح جدا، بس محتاج تعمل IQ تيست وترجع تكمل الحلقه، علشان مش عايزه اصدمك واقول لك ان في تحرش في البيوت كمان. فلو همشي بنفس تفكيرك فاحنا نرجع لعصور الجاهليه بقى ونوقد البنات احسن. زمان كنا فاكرين المتحرش ده حد غريب وليه مواصفات معينه، زي ان يكون حد مش متعلم، لكن طلع الموضوع مش كده خالص. ومع انتشار الاخبار والحوادث الخاصه بالتحرش طلع ان المتحرش ده ممكن يكون حد من نفس الدم ومن قرايبك عادي. ممكن جدا يكون الدكتور او المدرس او حتى مديرك في الشغل او اي حد في مركز مرموق. ببساطه مفيش اي مواصفات للمتحرش. يعني في مشكله، الام كتبت على جروب ستات ان بنتها اشتكت لها ان جدها بيقعدها على رجله وبيلمس جسمها في مناطق معينه بحجه انه بيلعب معاه، والام مش عارفه تتصرف ازاي. والاب اللي عنده بنتين، واحده عندها 9 سنين وواحده 4 سنين، وعامل اكونت على تويتر وبيحكي هو بيعمل ايه مع بناته وبيتحرش بيهم ازاي. ولو حد عايز الفيديوهات دي ممكن يبعتها له. بالمناسبه الاب ده اتحكم عليه بالمؤبد اليومين دول، وقصص كتير بقى زي الدكتور اللي بيتحرش بالعيانين عنده والمدرس اللي بيتحرش بالطلبه. وطبعا ما ننساش متحرش القطر اللي استدرك طفل عنده 9 سنين من اللي بيبيعوا جوه القطر واتحرش بيه. وفي بنات كتير بيبعتوا لي وهم في سن صغير تم التحرش بيهم وبيخافوا يقولوا لاهلهم لا يقتلوه. طبعا كل القصص والاحداث دي كانت صدمه لاي حد بيقول ان البنت هي السبب، وان ايه اللي بينزلها من البيت وايه اللي رجعها متاخر وكان لازم تلبس واسع شويه واصلها مش محجبه. كل دول اتخرسوا لما لقوا التحرش بيحصل لاي سن وفي اي مكان ولاي ست مهما كان. طب هل انا جايه اخوف البنات؟ لا بالعكس، وده اللي هكمله في الفيديو اللي جاي.